في أنوار كتاب الله كبرنا، أجيالا تحيا بهداه أتينا. غرسات للنور نهلنا من مربات، بالحب قلوب تجمعنا مات. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القرآن غيرني، برنامج نحكي فيه أحوال بعض من عاشوا مع القرآن الكريم وأثر القرآن في حياتهم، فبين أناس تغيرت مسيرة حياتهم تغيرا تاما ملحوظا بالقرآن، وبين أناس أرادوا أن يربوا أبناءهم تربية قرآنية نبوية صحيحة، وبين أناس آخرين أرادوا أن ينقلوا لنا بتجارب واقعية محطات كثيرة في كتاب الله عز وجل كان لها بالغ التأثير في حياتهم إثر تتبرهم كتاب الله عز وجل. القرآن غيرني برنامج جديد نطل به على حضراتكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. كل العام أنتم بخير. وأنت طيب دايما يا رب. سعيد جدا أن أكون معك في شهر رمضان المبارك على مدار 30 حلقة مع القرآن إن شاء الله بإذن الله. دكتور حازم، ونحن في صدد التحضير لهذا البرنامج كانت هناك أفكار كثيرة لهذا البرنامج، منها فكرة اشحن رصيدك مع كثير من العبادات والأعمال الصالحة، ثم انتهينا أخيرا إلى فكرة القرآن غيرني. لماذا القرآن غيرني؟ القرآن غيرني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، يعني الكتاب ده أعظم كتاب غير تاريخ البشرية كلها، أعظم كتاب أثر في الإنسانية كلها. عشان كده ربنا وصف هذا الكتاب بوصف غريب جدا، قال قاف والقرآن إيه؟ المجيد. نعم. الأمجاد هي الأفعال التي تذهل كل البشر لمدة عصور متتالية. يبقى القرآن لما بيدخل في قلب إنسان بيخلي الإنسان ده ذو أمجاد. القرآن ده لما دعوة بتقبل عليه بيخليها دعوة ذات أمجاد. الأمة لما أقبلت على القرآن نالت مجد لا ينساها له إيه؟ لا ينساها التاريخ لها أبدا. يعني احنا دايما نتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز البلاغي في القرآن، في حين ان اللي أخطر من ده ومن ده الإعجاز التغييري في القرآن. إن شاء الله. القرآن بيقلب حياة اللي بيسلم له قلبه. القرآن لو احنا سلمنا قلوبنا ليه في شهر رمضان هيقلب لنا حياتنا تماما. عشان كده احنا عايزين رمضان ده يبقى رمضان مختلف تماما بإذن الله. كل سنة الشهر الوحيد اللي الأمة بتفتح فيه المصحف بكل هذا الإقبال هو رمضان. لو فهموا القرآن مش بس قرأوه، لو فهموه لن يتركوا المصحف طيلة السنة. إنما الناس بتسيب القرآن ال11 شهر وتيجي في رمضان تفتحه، وبعد رمضان تسيبه تاني. وهناك آفة عظيمة في رمضان لعل حضرتك يعني توافقني عليها، أن كثير من الناس لا يقف مع آيات الله عز وجل حتى في رمضان وقفة تدبر. كثير من الناس حريص على ختم كتاب الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وكأنه يقرأ الجريدة. وكأنه يعني أنا لا أنسى أبدا، كنا مرة في اعتكاف وكان يعني في أخ من إخواني كده ربنا يبارك فيه يعني، فبقول لهم يا جماعة رمضان ده شهر مدارسة القرآن مش شهر تلاوته بس. نعم. وكان أجود ما يكون اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. رمضان ده شهر المدارسة، شهر ان الامة تفهم القرآن، شهر دروس التفسير، شهر ان الامة تستوعب معاني القرآن فلا تتركه طيلة ال11 شهر اللي بعد كده. رمضان ده شهر الطريق الى القرآن، وال11 شهر اللي بعد كده شهور الطريق مع القرآن. يعني سبحان الله، فاحد الشباب قال لي انا عايز اقرا كتير ورمضان والحرف ب10 حسنات. قلت له يا ابني المهم اللي يستوعبه قلبك. المهم دخل الخباء بتاعه خرج قال انا
خلصت 5 اجزاء. فطبعا بيج واو بقى كل اللي في الاعتكاف الله اكبر على الشاب اللي بتاع الانجاز. فخرج تاني يوم الظهر في مشوار ليه في ال10 الاواخر في الاعتكاف، رجع وهو يبكي، انا مش عارف اغض بصري، الفتن في الشوارع، التبرج بين الشوارع، مش قادر ان انا اغض بصري عن المتبرجات. قلت له يا ابني لو كان آية واحدة من ال5 اجزاء بتوع امبارح دخلت قلبك، لو كان اجمل نساء العالم عرضوا ليك ما كنتش بسط لهم. الله. يبقى القضية مش قضية انا قرأت قد ايه، القضية قضية دخل قلبي قد ايه. يعني التدبر يا شيخنا الكريم أسلم بكثير من قراءة القرآن وختم أجزاء كثيرة دون تدبر. تدبر آية خير من ختمة، وده كلام مين؟ ابن القيم، كلام علماء الإسلام. تدبر آية، قراءة آية بتدبر خير من ختمة بدون تدبر ولا تفكر. طب برأي حضرتك ليه الناس دلوقتي منشغلة كل شوية لما يلاقي دكتور حازم في رمضان، شاب من الشباب اللي معاك يقول لك دكتور حازم ختمت كام جزء؟ وانت عمرك ختمت كام جزء؟ ويتباهوا بعدد الاجزاء التي ختموها في رمضان، وممكن توصل من 5 ل6 7 الى اكثر او اقل دون تدبر. دي ثقافه بقى. ما هو القضيه قضيه ايه؟ يعني مقدمه قاطره الامه هم الدعاه والعلماء. فالمفروض هم لما يتبنوا قضيه مدارسة القرآن في رمضان، الناس خايفة. يعني انت رمضان بيقولوا لي اختم كتير 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 كتير، انا لو ركزت في ختمة واحدة وكل آية عن الله او عن الجنة او عن النار كررتها 3 4 5 مرات، والجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل حضرته بالنهار وفهمته واستوعبته وتهجدت بيه تاني في التهجد، لا يعني تستشعر معنى وحلاوة غير عادية. كنت لسه بتكلم مع الاخوة ترتيب الاعتكاف ان شاء الله السنة ده يبقى ايه، قلت لهم هناخد اليوم جزء نقراه بالنهار، نصلي بيه التراويح، نصلي بيه التهجد تاني ان شاء الله، نشرحه بعد الفجر، هنعيش معاه، نعيش مع جزء. عيش ال10 ايام عشنا مع 10 اجزاء، بس انت عمرك ما هتسيب القران طول حياتك ان شاء الله. هي دي القضيه، قضيه ان انا لو جبت واحد لابس نظاره كعب كوبايه، ولو ان بعد الليزك بقى وبعد الفيمتو ليزك والحاجات دي يعني بدات الحاجات دي تبقى بعيده شويه، لابس نظاره كعب كوبايه وخدت منه النظاره وقلت له سوق عربيات وامشي على الطريق السريع وامشي وسط الناس، هيتبهدل. ليه؟ مش شايف. صحيح. هو القران ده هو النضاره بتاعتنا. لما بنلبس نظاره القران بنشوف كل حاجة صح، فبيتغير كل حاجة في حياتنا. عشان كده القرآن غيرني، ده السمت العام في لكل من أقبل على كتاب الله. القرآن بيغير حياتنا، لازم نصدق ده، لازم نصدق هذه الحقائق. نعم. أنا حياتي كلها اتغيرت، مش 180 درجة ولا 1800 درجة ولا 18000 ولا 180000 درجة، يعني اضرب بقى زي ما انت عايز تضرب، بسبب القرآن. كل حاجة في حياتي، وجهتي، مفاهيمي، أفكاري، تصوراتي، اختياراتي، كلها بسبب القرآن. يعني ما يكونش هدفي يا دكتور حازم ختمت كم جزء في رمضان بأكثر مما يكون هدفي الآيات اللي أنا وقفت فيها عشت مع إيه؟ صحيح. قلبي ماشي الوقت وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله. وجعلنا له نورا اللي هو القرآن اهو. نعم. يمشي به دي كأن واحد ماسك مصباح كده منور له الطريق يمشي به في الناس، منور له الطريق، وكل اللي بيمشي جنبه كل حياتهم بتنور. هي دي القضيه. احنا هدفنا في رمضان ده كله كلمه واحده في القران، كلمه واحده جت في ايه المشكاه، قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ يوقد من شجره مباركه. الشجره المباركه اللي هي قران. يوقد يعني يوقد، انت عارف عود الكبريت لما تقوم ضربه في المحك بتاعه يقوم لاقط. نعم. يوقد دي اللي هي لحظه الاتقاد، اللي يعني بيقول لك اخطر لحظه في حياه اي انسان، لحظه ما فطرتك هتتصل مع القران تلقط تنور، خلاص عشت النهار طول حياتك. هدفنا في رمضان يوقد دي، ان قلوبنا تلقط مع القران، ان ويوقد من شجره مباركه، هو ده اللي بينور القلب. نعم. طيب يا شيخنا، لعل البعض دلوقتي يتبادر الى اذهانه سؤال، انا عشان اتدبر القران وافهم معنى كل حاجه انا بقراها لازم يكون معايا شيخ. والله هو يعني سبحان الله العظيم، هو عالم الذره والفلاح البسيط اللي بيعزق في الارض، الاثنين يقدروا يوصلوا للفردوس الاعلى بالقران. نعم. يعني فبلاش نقول، عشان كده ربنا يعني في القران بيقول كلام عجيب جدا، في ايات ربنا يقول لايات لقوم يتفكرون. يبقى دي عايزه واحد ايه؟ دماغ. فكر. نعم. عايزه واحد دماغ. في ايات ربنا يقول لايات لقوم يعلمون، يبقى عايزه واحد عالم. في ايات لقوم يعقلون. صحيح. عايزه واحد عنده عقل، بس شغل عقلك. كأن الله سبحانه وتعالى جعل العالم هيفتح القرآن يقول بس هو ده كلام ربنا، المفكر يفتح القرآن يقول لا يمكن يكون ده غير كلام ربنا. مجرد انسان عاقل عنده عقل يفتح القرآن هيوصل بيه الى الله. القرآن يا جماعه ده المعراج بتاعنا الذي نصل بيه الى الله، بس عايزين رمضان ده يبقى رمضان مختلف. نعم. عايزين رمضان ده نخلص في علاقه قلوبنا بالقرآن. عايزين رمضان ده
نعيش 30 يوم في معتكف قرآني، نعيش 30 يوم في صومعة قرآنية، نعيش 30 يوم مع تدبر القرآن، مش مع ينفرونه نثر الدقل. قاعدة يا عم بس بالراحة، يا عم الوجه الله بالراحة. نعم. الأمة كل سنة بتخرج من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا. يا اخوانا اقرا بس، خلي همك كل يوم الجزء اللي هيتعرف التراويح بالليل، عيش معاه، افهمه، اسمع شرحه، تدبر فيه، تدبر في صفحة واحدة منه. والله لو قلوبنا لقطت جمال القرآن لن نتركه أبدا بعد. سبحان الله يا شيخنا، حتى لما نقعد مع حافظين لكتاب الله عز وجل بيقول لك احنا احيانا بنسمع بعض الايات من غيرنا وكانها تمر علينا لاول مره. طبعا رغم ان هو حفظها وتدبرها ويقراها باحكام وتجويد، لكن سبحان الله لما يسمعها من غيره الله يعني خلي هدفنا في رمضان ده اعاده اكتشاف القرآن ان شاء الله. اعاده اكتشاف القرآن. تعالوا نكتشف القرآن مره ثانيه في حياتنا. ومن الجميل يا شيخنا ان احنا نقتني مصحف يكون على هامشه تفسير، ده هيوفر علينا كتير ويخلينا ويعيننا على التدبر كمان. طبعا نعم. بالتاكيد خطوه اساسيه، ولكن يوقد من ايه؟ شجره مباركه. ربنا نعم. ما قالش يوقد من زيت شجره مباركه، رغم المفروض هو الزيت بيتعصر ويوقد منه المصباح. نعم. يوقد من الاتصال المباشر بين القلب والقرآن. احنا دورنا في البرنامج ده في القرآن غيرني هو ايه؟ دور واحد بالظبط، يعني زي واحد ايديه اتقطعت فالجلد بقى شقين بعاد عن بعض، فراح لجراح، فالجراح قام مخيط له الشقين جنب بعض وقال له تعالى لي بعد اسبوع اشيل ايه؟ الخيط. اشيل الخيط. وبعد كده الشقين بقوا مع بعض. اهو القرآن ده ناحيه وقلبي ده ناحيه. فالوقت بقى في فجوه ما بين القرآن وبين قلوب الناس. احنا برنامج القرآن غيرني ده خيط جراح، احنا بنربط فيما بين القرآن وبين قلوب الناس مؤقتا لحد ما القلوب تتقد بنور القرآن. ساعتها شيل الخيط بتاعك وما عادوش محتاجين يسمعوا كلام حد، محتاجين بس ان كل يوم ساعة قبل الفجر تعيش قلوبهم مع كتاب ربنا، عشان الأمة دي تنطلق تاني وتبقى بسرعة صاروخية في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وقيادة الأمم مرة أخرى. القرآن غيرني برنامج هنتناول فيه آيات نشرحها، برنامج هنشرح فيه قصص قرآن، برنامج سنتناول فيه مواقف غيرت في حياة كثير من الناس، ولا فكرة البرنامج ايه؟ فكرة برنامج القرآن غيرني قائمة على فكرة خطيرة جدا، أن أخطر إعجاز للقرآن ليس هو الإعجاز العلمي، وليس هو الإعجاز البلاغي، وليس هو الإعجاز العددي، أمال أخطر إعجاز الإعجاز التغييري. التغيير ان عمر بن الخطاب لما يسمع اول سوره طه جبار الجاهليه ده اهو، عمر بن الخطاب اللي ماسك السيف وراح يقتل النبي عليه الصلاه والسلام ده اهو، عمر بن الخطاب اللي ضرب فاطمه بنت الخطاب اخته لما عرف انها اسلمت ضربه فتح لها دماغها سيل لها دمها على وشها ده اهو، عمر الخطاب يسمع اول سوره طه ينقلب فاروق الامه. الاعجاز التغييري، الاعجاز اللي قائم على ان احنا عايزين نوصل للمشاهدين فكره واحده، نقول لهم سلموا قلوبكم للقران وشوفوا هيعمل فيكم ايه. الاعجاز التغييري زي قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الفضيل بن عياض سارق، واحد حرامي بينط من على سور بيت في نص الليل عشان يسرق، وهو بينط من على سور بيت يسمع واحد بيصلي قيام الليل بقول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعمل ايه؟ فيقول أنا يا رب، أنا يا رب، ويتوب ويتحول إلى واحد من علماء الأمة. كان شاب فاسد، وبسبب انه سمع شريط قرآن لسورة مريم قابلناهم، تحول دلوقتي الى داعية من دعاء الى الله. يعني انا بند مع بعض برامج على النت او في او هو اساس التزامه، ومره راكب مواصله سمع شريط سورة مريم مثلا لمشاري الرشد مثلا، فانقلبت حياته لما تدبر في المعاني. القرآن غيرني فكرة بتتكلم عن الاثر التغييري للقرآن. القرآن غير في حياة ناس قد ايه؟ يعني تعالى ناخد مثلا زي اول سورة الحج مثلا. اول سورة الحج حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينما نزلت هذه الآية يروى أن الصحابة، الآية دي نزلت في الجهاد، يعني الآية دي من الأقوال إنها مدنية مش مكية، نازلة في الجهاد في سبيل الله. هو وأنا بجاهد في سبيل الله ربنا بيفكرني بالجنة والنار ليه؟ فكرني بيوم القيامة ليه؟ لأنك محتاج تتوعظ حتى آخر لحظة في حياتك. لو بقيت شيخ الإسلام محتاج إنك لسه تسمع عن الجنة والنار. فالصحابة وهم في الجهاد نزلت هذه الآيات، فيروى أنهم تأشبوا حول رسول الله. تأشبوا حول رسول الله يعني إيه؟ أنت عارف يعني ده موصوفة في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام
ان العصاه من امه محمد يتأشبون حول الصالحين يوم القيامه. يعني ايه؟ تعرف لما بني ادم من الرعب والركفه والفزع يجي جنب واحد كده ويقعد يتكبش في قمه الذل عشان التاني يبص له بصه رحمه، عشان التاني يحاول يسنده في الازمه اللي هو فيها. تأشبوا حول رسول الله. الصحابه لما نزلت هذه الايات الصحابه فزعت قلوبهم، ارتجفت قلوبهم. هذه الايات لما مسيلمه بن الكذاب قال انه نبي، ابو بكر الصديق استدل على كذبه وعلى صدق القران بالايتين دول. طب تعالوا نعيش مع الايتين دول، تعالوا نشوف الايات دي ممكن تغير فينا ايه. لما ربنا يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس، طب ليه يا رب مش يا ايها الذين امنوا؟ ده نازله للمؤمنين في الجهاد. ليه؟ لانك مش هيبقى اسمك مؤمن غير لما تطبق، مش هيبقى اسمك مؤمن وانت مقتنع بس، لما تطبق هيبقى اسمك مؤمن، لما يبقى في عمل. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. المفسرين قال لك شيء عظيم ده اسلوب الناس لما تيجي توصف حاجه مش قادرين يوصفوها. واحد مثلا يعني شاف كائن مرعب، فرجع للناس يقول لهم انا شفت شيء مهول. طب شفت ايه؟ حاجه مهوله. يعني ايه حاجه مهوله؟ هو مش قادر يوصف. نعم. فقال لك عدم القدره على وصف الاشياء المهوله الانسان دايما بيقول فيها شيء عظيم. قال لك طب ربنا بيقول شيء ليه؟ قال لك مش لان ربنا اللي لا يستطيع ان يوصف سبحانه وتعالى، ده الانسان هو اللي لن يستطيع ان يفهم. من شدة هول الموقف. شدة هول الموقف. عشان كده ربنا بعدها قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة. انا مش هقول لكم يوم القيامه فيه ايه، انا هقول لكم اللي هيشوف يوم القيامه يحصل له ايه. سلم يا رب. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. مش داريه اللي في ايدها ده كوبايه ميه ولا ضناها ولا خشبه. تذهل ذهول، المره الوحيده في القران التي ذكر فيها الذهول. تذهل كل مرضعه، يعني مش في واحده اعصابها قويه هتتماسك، واحده اعصابها ضعيفه فهتنهار، الكل هينهار. تذهل كل مرضعه عما ارضعت، كل ام هترمي ضناها. مرضعه، حتى قال لك مرضعه، قال لك في اللغه اسمها مرضع، مفيش حاجه في اللغه اسمها مرضعه. قال لك امال ايه مرضعه ديت بالتاء التانيث؟ قال لك معناها التي في هذه اللحظه ابنها على صدرها وبيرضع من صدرها. يعني واحده ابنها وهو بيرضع من صدرها وقمه الضعف والاحتياج ليها وفي قمه الحب ليه، اول ما تشوف يوم القيامه ترمي ابنها. لا اله الا الله. يعني ايه يوم القيامه ده بقى؟ يوم يفر المرء من اخيه. يوم يفر المرء يبصرونهم يعني هيشوفوا بعض. نعم. الام هتشوف ابنها ضناها بيتسحل الى النار. يبصرونهم، الملكه تقول لها شوفي ابنك اهو. نعم. شوفي اخوك اهو، شوف البنت اللي كنت ماشي معاها اهي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ سلم يا رب. ببنيه. يعني ايه بقى؟ انا ليا واحد صاحبي لما كان بيغتسل في الحمام السخان ولع نار عليه. نعم. والدته دخلت في النار جابته وخرجت. ايه اللي هيخلي نفس الام دهيت يوم القيامه تقول ارموه في جهنم بس انا ايه؟ بس انا انجو. عشان كده تأشبوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه فكرة سريعة حول القرآن غيرني، نكملها مع حضراتكم إن شاء الله عز وجل في كل يوم مع حلقة جديدة من برنامج القرآن غيرني. لكن في كل حلقة سنختم بموقف، وهذا موقف من مواقف مشاهدينا الكرام. إحدى الأخوات تقول: 3 سنين قضيتها في العلاج بين الأطباء والأعشاب لأرزق بطفل، وفي يوم ما وبعد أن قاربت الوصول إلى سن اليأس كنت أقرأ قول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقلت: إذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فهو قادر على أن يخلق جنينا في رحمي، وما هي إلا أيام معدودات حتى حملت، وأنعم الله عز وجل علي بطفلتي الجميلة فله الحمد والشكر. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. جزاكم الله خيرا. جزاكم خيرا. نلقاكم غدا إن شاء الله. لكم مني أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للأسف علاقتنا بالقرآن أصبحت الآن علاقة موسمية. رمضان السنة دي شعرنا فيه فيدارسه القرآن، الله، مش فيقرئه القرآن. شعرنا فيه مدارسة القرآن، عايزين ندرسه، عايزين نفهمه. ايه اخوات هود؟ التكوير، الانفطار، الانشقاق. يبقى دي صور شيبت النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الشمس اللي 15 مليون درجه مئويه ديت حجر من الاحجار التي تتقد منها جهنم. امال جهنم دي تبقى ايه؟ يا الله. ما يعني ده الشمس دي تبع نار الدنيا، فما بالنا بنار الاخره والعياذ بالله.